السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وكل سنة وانتم طيبين. ورمضان كريم علينا جميعا يا رب. انا طبعا كنت في جولة في السيدة زينب وحبيت اوريكم المناظر الجميلة دي وعديت على العتبة. وطبعا رمضان يحلى ما يعني بأجواءه في السيدة زينب وفي وسط البلد وفي العتبة وفي شارع المعز، في كل حتة. فطبعا السيدة زينب مشهورة بالفوانيس وبزينة رمضان الجميلة يا حبايب قلبي. والمناظر دي أنا بصورها طبعا من كده. كنت في السيدة زينب سنتر شاهين اهو. شوفوا الجمال. طبعا كانت الدنيا رايقة عشان كنا على الظهر كده. آه الجمال بقى والشوارع رايقة، لكن بالليل او المغربية بتبقى حاجة ايه تانية، بتبقى تحفة تحفة. انا مش قادرة اقول لكم على الجمال بقى بتاع الحاجة والحاجة في متناول الجميع يا حبايب قلبي. شايفين الجمال؟ طبعا السيدة زينب معروفة بأجواء رمضان، حاجة جميلة جميلة. وشارع المعز والعتبة وكل الأماكن بتبقى تحفة يا حبايب قلبي. ومش قادرة أقول لكم بقى. طبعا هنا كده الدنيا لسه رايقة، فطبعا على آخر النهار بتبقى حاجة تانية بقى، زحمة. اللي نازل اللي يشتري فوانيس واللي نازل يشتري زينة رمضان ويا مش رمضان. كل واحد هناك عامل صوان كده كبير بالحاجة بتاعته، والحاجة جميلة جميلة. مش قادرة اقول لكم على الجمال بقى بتاع المناظر الجميلة دي. ريحة رمضان كده هل علينا يا رب، يعودها علينا وعليكم بخير يا حبايب قلبي. وحبيت اوريكم الحاجات الجميلة دي. شايفين؟ طبعا ده بقى بعد الفطار بتبقى حاجة تانية وهيصة تانية وحاجة كده جميلة. شايفين الجمال؟ شايفين الفوانيس؟ تحفة تحفة والله العظيم. انا مش قادرة اقول لكم على الحلاوة بتاعة المناظر دي. حاجة تريح القلب كده. يعني اللي اعصابه تعبانة والله بيشوف المناظر الجميلة دي. يعني بالنسبة للضغط اللي احنا فيه والظروف اللي احنا فيها وبنمر بيها دي، وربنا يعديها على خير يا رب. بس حاجة تريح القلب. وهلات رمضان جميلة يا حبايب قلبي. شايفين؟ شايفين الجمال؟ طبعا هنا انا بصور، انا كنت راكبة اتوبيس الشعب، فقلت بقى انتهزها فرصة كده واجيب المناظر التحفة دي. شايفين الجمال والحلاوة يا حبايب قلبي؟ هي كده لسه هدوء. هنا طبعا المسجد بتاع السيدة زينب والحاجات دي بقى، المحلات حواليها كل ده حوالين السيدة زينب يا حبايب قلبي. شايفين المناظر؟ وكانت رايقة على الظهر كده، ما كانش لسه يعني ما اتزحمتش قوي. وهي معروفة السيدة زينب برمضان وبهيصة رمضان وزينة رمضان. شايفين يا حبايب قلبي؟ اي حاجة وكل حاجة في متناول الجميع. انا اول مرة اروح كده في الوقت ده وتكون فاضية كده. لكن بنيجي على بالليل او على المغربية او في اي وقت بتبقى زحمة. فهنا كده تحسوا ان هو في هدوء والشوارع هادية. بصوا المسجد. شايفين مسجد السيدة زينب؟ راحة ومتعة يا حبايب قلبي. والله والله حاجة جميلة، حاجة كده تفرح القلب. شايفين المنظر الجميل ده؟ طبعا الناس فرحانة بقى برمضان وبدخلة رمضان علينا. حاجة كده جميلة وفي اهي ابتدت تتزحم طبعا. والناس نازلة تشتري بقى في حاجتها. هنا كده انا بقى كنت نزلت، حبيت اوريكم كده وانا ماشية بقى على رجلي. شايفين المناظر وابتدت تتزحم. الطريق واقف. انا هفضل ماشية كده لحد ما اروح على العتبة وهوريكم برضك المناظر هناك عاملة ازاي. شايفين هنا كده كان الطريق واقف بقى وزحمة.
اتزحمت. ان شاء الله الجولة دي هتعجبكم، ويا رب كده آه ترتاحوا زي ما انا ارتحت للفيديو ده. الفيديو ده جميل، بصوا المناظر الجميلة، بصوا الحاجات الجميلة دي. هنا كده حاجات قديمة وأثرية، أنا بشوف الحاجات دي والله نفسيتي بتستريح. شايفين الجمال؟ دي حاجات من زمن الزمن، المبنى دي طبعا. شايفين المناظر؟ طبعا رمضان في مصر حاجة تانية وحاجة جميلة، ويا رب تكون أيام جميلة علينا جميعا يا رب. شايفين يا حبايب قلبي؟ حبيت أوريكم بقى المناظر دي. بصوا الحديد على المبنى عامل ازاي. هنا طبعا شايفين الحديد عامل زي حاجات قديمة قوي من زمان، حاجة جميلة. الأضواء حلوة قوي. هو جوه كده في حد، بصوا بصوا جمال. طبعا هنا بقى دولت بيبيعوا بردك حاجات ورد، زينة، حاجات براويز. شايفين؟ حاجة جميلة. شايفين الجمال يا حبايب؟ ونخلي بالنا واحنا رايحين العتبة. وهنا طبعا كنا بنجيب فطار علشان نفطر، لان احنا كنا رايحين الصبح. فنخلي بالنا بقى من العتبة، ولو معانا اطفال. شايفين بقى بتوع السمين؟ انا مش قادرة اقول لكم على الريحة بقى والجمال، مش قادرة امسك نفسي، مش قادرة امسك نفسي. وكل ده ضربناه على الصبح. انا والله العظيم يا حبايب قلبي كان يوم تحفة وروعة. ولو معانا اطفال ما ناخدهاش معانا العتبة، لاني زحمة موت. وما شاء الله مش قادرة اقول لكم على الحرامية، يعني كذا حد اتسرق. مش قادرة اكون شايفين المناظر ده كده. احنا جوه العتبة، زحمة زحمة. فلو في اطفال ما بفضلش يعني ان انا اخد اطفال معايا، علشان اعرف امشي في وسط الزحمة دي. وكده كمان ده ما كانتش زحمة، او بس زحمة بجد زحمة. بس كان يوم روعة روعة جميل، والله العظيم يوم جميل كده. احنا جوه العتبة وزحمة الناس بقى متعة. وهنا طبعا جبنا بقى صواريخ وبومب وحاجات بتاعت رمضان الجميلة. آه شايفين الحاجات دي؟ المنبع بتاع الحاجات دي طبعا في وسط البلد في العتبة. اللي حابب يروح بقى يشتري الحاجات دي، ورخيصة مش غالية. انتوا عارفين الاطفال طبعا مجانين بالحاجات دي. الحاجة دي بتحلى طبعا برمضان وبدخلة رمضان وكله بيبقى فرحان يا حبايب قلبي. احنا اشترينا شوية حاجات بردك من هنا. هنا كان الراجل عمال يجرب للناس طبعا. شايفين ده صاروخ؟ احنا جايبين الحاجات بردك اللي هي كوكو الضعيف، مش الحاجات الجامدة اللي بتعمل اصوات تزعج الناس دي، لا. ده كوكو الضعيف، يعتبر اقل حاجة في الدوشة بتاعت الصواريخ. آه طبعا كنت انا واختي بقى مش قادرة اقول لكم، طفلة طفلة. والله شبتت في الحاجات بقى كلها، هي وولادي مش قادرة اقول لكم والله مجانين. اختي طبعا كانت عايزاني اشيل الحاجة كلها وانا ماشية من عند الراجل. وهنا المفارش، مفارش بقى رمضان والجمال بقى بتاع الترابيزات اللي تخلي الترابيزة تنطق. شايفين؟ تحفة تحفة تحفة. وربنا يفرح الجميع يا رب، ويكون دخلة رمضان خير علينا جميعا. ويسعد الناس كلها يا رب. يا رب يسعد الناس كلها وينول لكل واحد اللي بيتمناه. والناس اللي نفسها تطلع عمرة ربنا يديها العمرة، والناس اللي نفسها تطلع حجة ربنا يديها الحجة. بتبقى فرحة يا حبايب قلبي. شايفين البيوت القديمة دي؟ أنا بحب أوي الحاجات المناظر الروعة القديمة. زي في بورسعيد كده لما كنت عمالة أصور في الأماكن القديمة، أماكن أثرية.
هنا طبعا انا كنا خرجنا من العتبة ومن الزحمة بتاعت الناس، ومروحة بقى يا حبايب قلبي، خدنا حاجات واشتريناها، وهوريكم طبعا بعد ما افرش بقى واظبط الدنيا هبوريكم ايه المناظر اللي احنا اشتريناها بقى، والفوانيس والزينة كده. احنا خدنا جولة جميلة جميلة ونفسيتي ارتاحت فيها يا حبايب قلبي والله. طبعا المناظر بالليل بقى بتبقى حاجة تاني كده. احنا كنا بالنهار، لكن بالليل لما حد ينزل وسط البلد بالليل بتبقى حاجة تاني، بالذات اليومين دول والزحمة بقى بتبقى حاجة جميلة. هنا كده كنا خلاص بقى، تعبت الصراحة من المشي شوية ورجلي وجعتني بقى، مش قادرة اقول لكم من اللف. خدنا من السيدة زينب للعتبة مشي في وسط الناس وفي الزحمة. وهو بقى بصوا، ده بقى الخير كله النيل. حبيت برضك اصوره لكم النيل بقى وجمال النيل، مش قادرة اقول لكم. واعملوا لي لايك بقى وشير واشتركوا في القناة يا حبايب قلبي. وانا معلش مقصرة في الفيديوهات، انا مقصرة في الفيديوهات. وشوفوا بقى الجمال والروعة، وكل ده كنا الصبح. آه ارتحت والله، كنت محتاجة الخروجة دي بجد، والحمد لله قضيتها على خير. ويا رب تكون خروجة كده يعني حلوة، يعني حلوة عليكم. وان شاء الله اللي عايز يروح والله يا حبايب قلبي يروح السيدة زينب والعتبة وسيدنا الحسين، وكله يعني الاماكن جميلة. وما تنسونيش بقى في اللايك وفي الشير يا حبايب قلبي. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.